حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي الجديده. وكمان يا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك للفيديو. حبايبي واصحابي على فيسبوك ما ننساش نعمل لايك للفيديو، متابعه للصفحه وشير للفيديو. النهارده هنعمل مع بعض قراءه. لو حبيب غامض معاك وانت مش عارف راسك من رجلك، هنعرف كل اللي جواه، خططه، مشاعره، افكاره، نواياه، كل حاجه بيفكر فيها، ناوي على ايه، بيرسم لايه. والقراءة دي لجميع أنواع العلاقات، سواء انتم مع بعض، سواء منفصلين، سواء علاقة حب، يعني أيا كان القراءة لكل أنواع العلاقات. طيب هنشوف مع بعض. بسم الله. بسم الله. طيب هنبتدي مع بعض القراءة بتاعتنا. بسم الله. ماشي. طيب شايفة ان الشخص ده طاقته فيها بداية جديدة، او في طاقة بداية جديدة في الموضوع. تمام. شايفة كمان ان في بعض الامور السلبية هتنتهي في حياته. شايفة ان هو داخل على مرحلة جديدة او على مراحل جديدة في حياته. شايفة كمان ان هو عنده انتصارات. الشخص ده عنده انتصارات قوية جدا الفترة الجاية. في كمان حاجة كان عايز يوصل لها، في هدف، في حاجة كان نفسه فيها، فشايفة ان هو هيوصل لها. كمان شايفة ان الشخص ده اكتر الفترة دي عنده ثقة في نفسه، لان هو يعني قرب يوصل لحاجة محتاج لها، او حاجة هو عايزها. تمام. لان الشخص ده بذل مجهود كبير جدا الفترة اللي فاتت علشان حاجة معينة، علشان يوصل لها يعني، وشايف نفسه ان هو قرب يوصل لها، فدوت مديله ثقة في نفسه. تمام. شايفة ان هو شوية بقى الفترة دي عايز يشوف حياته، او عايز يرفه عن نفسه، او يقضي وقت حلو، او يخرج، او يتفسح، او يغير جو. فشايفة ان دي طاقته شوية. تمام. شايفة عنده شوية تفاؤل، شايفة ان طاقته حلوة، يعني حلو ان دايما بيكون الطرف التاني ده طاقته صعبة شوية. فشايفة ان هو متفائل لان هو يعني قدر يوصل اللي هو عايزه، رغم برضو لسه فيه برضو عقبات في حياته، لكن هو ابتدى الطريق، ابتدى يوصل لحاجة، وان شاء الله بعد كده يوصل للي هو عايزه. الشخص ده شوية بيحب يعيش حياته، بيحب يعيش اللحظة. لو كان بقاله فترة مش بيتحرك او مش بيعمل حاجة، او مكتفي بس ان هو بيفكر، او ان هو مش بياخد خطوة، فشايفة ان هو مستعد ان هو ياخد خطوة او يتحرك. فعشان كده شايفة ان هو ممكن كمان طاقة التفاؤل دي يعني يكون لك دور، او يحاول ان هو ياخد خطوة ناحيتك، او يعمل حاجة، او يفكر في الاستقرار، او يفكر فيك. لان هو ممكن الفترة اللي فاتت ما كانش بيفكر فيك بسبب المشاكل اللي عنده، لكن لما دنيته تتظبط وطاقته تكون حلوة كده، اكيد هينوبك من الحب جانب يعني، ويبتدي يفكر فيك انت كمان. تمام. طيب عايزة اقول لكم برضو الابراج قبل ما انسى: السرطان، الحوت، العقرب، القوس، الحمل، الاسد، وكمان في برج العذراء. تمام. فزي ما قلت لكم حلوه الطاقه الايجابيه، انتوا اكيد هتنعكس عليكم. لما بيكون هو طاقته سلبيه اكيد هتنعكس عليكم، اما بيكون طاقته ايجابيه اكيد طبعا برضو هتنعكس عليكم. تمام. طيب انت بقى ممكن تكون عكسه شويه، انت طاقتك غريبه شويه. انت حاسس ان في حد مركز في حياتك، او في حد عينه عليك، او في حد حاسدك، او في حد رصدك، في حد مدقق معاك، في حد عايز يعرف عنك كل حاجة، او حاسس ان انت كل ما تيجي تحكي لحد حاجة تبوظ. يعني مثلا لما يبقى في حاجة في حياتك وانت تتكلم فيها، فبتحس ان الحاجة دي تبوظ، فالموضوع ده عامل لك تشاؤم شوية. تمام. وشايفة ان انت ممكن يكون احساسك صح. تمام. لان انت شخص برضو طاقتك عالية شوية، وبتتأثر بالحسد بصورة كبيرة جدا.
تمام. فحاول ان انت تداري، حاول ان انت تكون كتوم الفترة دي، مش كل الناس تثق فيهم، مش كل الناس تقول لهم على اللي بيحصل في حياتك. شايفة ان انت بتحب الشخص ده جدا ومنجذب للشخص ده جدا، لدرجة ان انت الشخص ده انت عارف ايه عيوبه كويس قوي، وعارف ايه سلبياته كويس قوي، ومغمض عينك. شايفة ان انت بتجري ورا مشاعرك اكتر، رغم ان انت الشخص ده ممكن يكون حصلت منه مواقف كتيرة جدا كانت بتحذرك، وقلبك كان يعني قلبك هو اللي بيشدك ناحيته. انت للأسف سامع صوت قلبك ولاغي عقلك شوية، انت مأجل اللي انت تفكر بعقلك. تمام. فضلت في الطاقة دي شوية لحد ما فقت على اللي انت فيه دلوقتي. تمام. طيب، الابراج برضو في ابراج تانية برضو. السرطان قلناه تقريبا، والحوت والدلو. تمام. طيب هنشوف طاقة العلاقة المشتركة. دي الطاقة المشتركة بقى اللي ما بينك وما بينه، هنشوفها ايه هي. طيب انت نطيت، فاحنا هنحطك كارت وقع عايز يدخل معانا في القراءة، فمش هنمنعه يعني، هنقول له اتفضل. يلا بينا، بسم الله. اوكي ماشي. الطاقة المشتركة اللي ما بينك وما بينه، انتوا شوية شايفين ان العلاقة دي يعني شوية كده رايحة ناحية النهاية، لان خلي بالك انت عنيد وهو كمان عنيد. شايفة ان انتوا الاتنين بتعاندوا في بعض. تمام. شايفة ان شوية الشخص ده طول الوقت عايش دور الضحية، وانت شايفه في صورة شيطان. هو شايف نفسه ضحية لكن انت شايفه شيطان. تمام. ابتديت تشوف دلوقتي مساوئه، ابتديت دلوقتي تشوف مشاكله، ابتديت تعرف دلوقتي ان عيوبه اكتر من مميزاته، وانت ممكن تكون واجهته بده. فهو لما انت عملت معاه كده ابتدى يحس ان انت مش عايزه، او ان انت بتكرهه، او ان انت مش عايز ترجع له. تمام. فانا شايفه ان دي الطاقه اللي واصله له منك دلوقتي. انا شايفه ان ممكن يكون اللي باعد عنه، بعيدكم عن بعض او موتر العلاقه، ممكن يكون في ظروف ماديه واقفه قصادكم، او في عائق ما بينك وما بينه. تمام. هو اللي مبوظ العلاقه، او هو اللي عامل ازمه في العلاقه. بس خلي بالك، انا شايفه ان الشخص ده نواياه ليك دلوقتي يعني بيفكر في الارتباط او بيفكر في الزواج، مش عايز ينساك، او مش بيتسلى بيك، او مش عايز يرميك. شايفه ان هو بيفكر ان هو يرسم العلاقه او ياخد خطوه. الشخص ده ممكن يكون وعدك بوعود وما وفاش بيها الفتره اللي فاتت، بس شايفه ان هو الفتره دي بيحاول ان هو شويه يوفي بوعوده اللي هو وعدها لك، بيحاول ان هو يحققها لك. هو اداها لك قبل كده وما عملهاش، لكن دلوقتي عايز ان هو يحققها. الشخص ده من كتر ما هو وعدك وما وفيش، انت حسيت ان الشخص ده مش قد المسؤوليه. فشايفه ان هو دلوقتي عايز يثبت لك ان هو قد المسؤوليه، عايز يثبت لك حسن النوايا، عايز يخلي العلاقه مستقره، حتى لو في عقبات، حتى لو في مشاكل، حتى لو في علاقه تانية. عايز يتخلص من العقبات، عايز يتخلص من المشاكل، عايز يستقر معاك. هو حابب يستقر معاك، حابب ان هو يكون مبسوط معاك. مش عايز يعرضك للخطر، عايز يفكر، عايز يعني يحسن من اوضاعه الماديه. تمام. الشخص ده شايفاه ان هو بيحاول ان هو يعني يظبط اموره الماديه بصوره كبيره كمان. عايز يسابق الزمن علشان يكون معاه فلوس، عايز يشتغل، عايز يطور من نفسه علشان يقدر ان هو يوصل لك. شايفه ان انت شويه كان عندك شكوك ناحيه الشخص ده، شويه كنت شاكك فيه، او شويه ما كنتش بتثق فيه، وهو عارف كده. ومش زعلان، لان هو عارف ان انت عندك اسبابك، عارف ان انت في مبررات لشكك فيه. تمام. شايفه ان هو عايز يبذل قصارى جهده زي ما قلت لك علشان يثبت لك، او يعرفك ان هو مش سلبي، او يعرفك ان هو مش جبان. شايفه ان الشخص ده بيحاول ان هو يعمل اعاده توازن في حياته، عايز يشتغل، عايز يركز على حياته.
بس برضو في نفس الوقت مش عايز حد يعرف حاجة عن علاقتكم، عايز علاقتكم تكون سرية شوية، او عايز يكون متكتم، لان في ناس عايزة تبوظ العلاقة او بتحارب العلاقة او بتتدخل ما بينك وما بينه، وعايزة تبوظ العلاقة اللي ما بينك وما بينه، او مش عايزاكم ان انتوا تكونوا مبسوطين، او مش عايزين ان العلاقة دي تكمل. تمام. طيب الابراج اللي ظاهرة قدامي: القوس، الحمل، الحوت، العقرب، الدلو، الميزان. شايفة ان انت وهو انتوا الاتنين محتاجين لبعض جدا، وشايفة ان انتوا الاتنين حياتكم مش هتكمل غير مع بعض. تمام. وهو حاسس برغبة قوية جدا في وجودك في حياته دلوقتي. تمام. طب عايزة اسحب كروت تاني برضو، شوف الدنيا. بسم الله. ماشي. تمام. اوكي ماشي. الشخص ده شوية شايفك ان انت ممكن تكون متردد، او مش واثق فيه، او واقف في النص مش عارف تعمل ايه. لكن هو عارف انت متردد ومش عارف تعمل ايه، لكن هو عارف هو هيعمل ايه. تمام. الشخص ده عارف ومتأكد زي ما قلت لك ان في حد بيحارب العلاقة، وزي ما قلت لك هيحاول ان هو يعني ايه يخلي العلاقة سرية شوية. تمام. شايفة ان هو ممكن يخيرك. الشخص ده ممكن يخيرك، او ممكن يحط قدامك حل، يعني عنده عروض هيعرضها عليك. تمام. لان هو عايز يقرب لك، وعايز يتكلم معاك، وعايز يرجع لك، وعايز يشوف الحب تاني في عينك زي زمان. عايز يشوف الحب اللي انت، نظرة الحب اللي انت كنت بتبصها له زمان دي، عايز يشوفها تاني. تمام. شايفة ان شوية ممكن يكون هيتواصل معاك، لكن بطريقة غير مباشرة. ممكن عن طريق بوستات، ممكن عن طريق حد، عن طريق السوشيال ميديا. شايفة ان الانفصال ما بينك وما بينه، خلي بالك، درس ليك وليه. الانفصال او البعد ده درس ليك وليه. ليه بقى؟ ما تبصش للانفصال ده على ان هو حاجة وحشة، لا، ممكن يكون الانفصال ده علشان كل واحد منكم يعرف قيمة الطرف التاني. تمام. يحس بقيمة الطرف التاني في حياته. تمام. ممكن تكونوا انتوا مش حاسين بقيمة بعض لان انتوا دايما في حياة بعض، لكن لما تبعدوا هتحسوا بقيمة بعض. شايفة ان الشخص ده شوية عنده قيود، ولكن بيفكر ازاي يتخلص منها، او بيفكر ازاي ان هو يتحرر منها. عايز يوصل لك، عايز يوصل لأهدافه مهما كان الثمن. وزي ما قلت لك هو عنده قيود وعايز يتحرر منها. الشخص ده نفسه ان هو يكون حر طليق، ويتخلص من قيوده، ويتواصل معاك، وزي ما قلت لك يقرب منك وياخد خطوه. وزي ما قلت لك هو ممكن هياخد خطوات لتواصل غير مباشر. تمام. طيب حبايب قلبي، اتمنى يا رب ان الفيديو بتاعي النهارده خلصنا القراءه. اتمنى يا رب ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. يا ريت لو القراءه عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وكومنت حلو. كومنت حلو، اللي عنده كومنت حلو يكتبه، واللي ما عندوش يصمت. تمام. فان شاء الله باذن الله اشوفكم قريب، وهتوحشوني جدا جدا. باي باي.